أخيرا فيريرا يستمع للجهاز المعاون له. فيريرا سافر إلى رادس لملاقاة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. فيريرا حاليا بيدرس استبعاد شيكابالا من مباراة الترجي التونسي، ودون اللي كان عاوزه أسامة نبيه، وممكن يكون هو سبب المشاكل اللي بين أسامة نبيه وفيريرا يكون شيكابالا، بدليل بعد ما مشي فيريرا أسامة نبيه لعب مباراة واحدة أمام فيوتشر اللي فاز فيها ولم يشارك شيكابالا. كده وضحت الصورة إن شيكابالا هو حاليا اللي مسبب الأزمة في إدارة نادي الزمالك، في مجلس إدارة نادي الزمالك، في الجهاز الفني لإدارة نادي الزمالك. وأخيرا شيكابالا كده مش هيلعب مباراة الترجي التونسي، واللي كان عاوزه أسامة نبيه حصل. أسامة نبيه عاوز يجدد دماء الفريق، مش عاوز شيكابالا يقعد كده باستمرار، مرة تصيب ومرة تخيب معاه، ولكن عاوز يجدد من اللعيبة الجدد. سافر مع فريق الزمالك الثلاثة الجدد: ناصر منسي، أحمد بالحج، محمود شبانة. استبعد مصطفى الزناري واستبعد مصطفى شلبي لأسباب فيريرية. أما محمود حمد الونش لم يتم شفائه، واستبعاد أحمد فتوح لم يسافر معاهم عشان عنده شد في العضلة الخلفية. كده مشاكل الجهاز الفني وضحت في نادي الزمالك. فيريرا عاوز بقاء شيكابالا في الفريق، أما أسامة نبيه عاوز يجدد دماء الفريق، مش عاوز شيكابالا تاني. احتمال كده شيكابالا لنهاية الموسم ما يلعبش تاني في الزمالك حتى يتم الاعتزال.